الرياضة مهمة قوي في حياتك علشان تقدري تخسي. لازم تساعدي نفسك. no pain no gain، يعني مفيش مكسب من غير ألم. معلومة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، إن الكتلة العضلية هي تلت لنص جسمك. الشباب الصغيرين سهل جدا إن هما يبنوا عضلات أكتر من الكبار في السن، بس ده مش معناه إن انتي مادام كبرتي في السن إنك مش هتقدري تبني عضلات، لا هتقدري برضو. مجهود العضلة بتتقطع، يعني لو انتي بذلتي مجهود قوي العضلة اللي في جسمك بتتقطع، ودوت اللي بيسبب لك الألم بعد الجيم. الجسم بيبني أكبر وأضخم. التسخين قبل اللعب بيبقى من 5 ل10 دقايق. ما تاخدش راحة كبيرة، وما تاخدش معاك التليفون في الجيم، ممنوع، لان مخك لازم يتصل بالعضلة. 30 ثانية لدقيقة راحة بس بين كل يعني بين كل عدات وعدات، بين كل تمرينة وتمرينة. وانت بتتمرن اتمرن ببطء شديد جدا وانت في الجيم، علشان المخ يعمل اعصاب اقوى. السلطة الخضراء، الافوكاتو، البنجر، لازم تاكلهم ويكونوا موجودين في يومك علشان تاخد الفيتامينز اللي انت محتاج لها علشان تقدر تبني عضلات، عشان تقدر يكون جسمك صحي، علشان تقدر كمان تخس على الميزان. ابتدي العد بعد ما تحس بالتعب. يعني مثلا هتعمل 10 عدات وفي العدة ال11 بدأت العضلة تتعب، هو دوت العد اللي تبدأ. يبقى من أول 11 انت كده بدأت تحرق وتبني عضلات. من 11 ل15 يبقى انت كده ايه، عملت 5 عدات بس. طبق السلطة مهم جدا عشان بيبقى فيه كل الفيتامينز بتاعتك، عشان تحصل كمان على فيتامين كي. الجروث هرمون عند الرجالة بيزيد بعد الصيام 16 ساعة، ولازم تاكل 3 وجبات في اليوم بس، ما تقعدش تاكل 5-6 وجبات في اليوم. السكريات في يومك بتضرك ومش هتخليك تعرف تكون عضلات ابدا. مريض السكر صعب شوية ان هو يبني عضلات، لكن الاصحاء بالنسبة لهم بناء العضلات شيء عادي جدا. الاسترس اللي انت بتتعرض ليه اثناء يومك وبيأثر عليك وبتفضل مركز فيه، ده بيخليك برضو تفقد عضلات. اهم حاجة عشان عضلاتك تزيد، لازم الاكل يكون صحي، لازم النوم يكون منتظم من 6 ل8 ساعات، ولازم تخش كمان في الديب سليب. لازم تعمل تمرينة كل يوم، وتكون تمرينة زيادة عن نص ساعة. اقل حاجة تتمرن في الاسبوع 3 مرات. لو قدرت تزود عن كده فطبعا بتزود الحرق معاك اكتر واكتر. كنت معاكم النهاردة دكتور شيرين ابراهيم نصر، واتمنى اكون فدتكم، واتمنى ان انتوا تلعبوا رياضة وجسمكم يبقى افضل وتبقوا بصحة اكتر واكتر.